السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاعنا تاع النهار اليوم راح ندير لكم طاجين حلو. اليوم اول ايام رمضان، ان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا. كما قلت لكم لا فيديو تاعنا تاع النهار اليوم راح ندير معكم طاجين الحلو، والمره الجايه ان شاء الله راح ندير لكم اللحم الحلو، باسكو الطاجين الحلو واللحم الحلو ماشي كيف كيف. هنايا واش نحتاجو كمقادير؟ هنا كما راكم تشوفوا عندي هنايا المشماش، عندي العينه، وعندي زبيب. الكميه هذه كامل كما راهي عندي هنايا كيلو و100 غرام تاع هاد الفواكه الجافه. نعطيكم كل واحد والميزان تاعو. عندي هنا 300 غرام تاع المشماش، عندي هنا الطرب تاع العينه، وهنا عندي 300 غرام تاع الزبيب. هادو هما المكونات. هنا نحتاجو عندي هنايا 800 غرام تاع التفاح. هنا التفاح ماشي منقي، من بعدك نقيه نقول لكم شحال خرج لي. نحتاجو هنا عود تاع القرفه، عندي نجمه الارض، عندي مغرفه تاع الزبده، عندي هنا زبده حره، تقدروا تستعملوا الزبده كما تستعملوا المارغرين. عندي هنايا ريتله. في هاد المكونات كاملين حندير لهم ريتله تاع الماء وكيلو تاع السكر. راح نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع الطاجين الحلو. بسم الله. هنا في الطنجره تاعنا كما راكم تشوفون هنا نديرو كلش بارد في بارد. نبدا اولا بالزبده، دير كيلو سكر تاعي. هنا نديرو كيلو سكر، نديرو عود قرفه ونجمه الارض هكذا. هنا رشه خفيفه تاع قرفه، ربع ملعقه تاع قرفه صغيره هكذايا، غير شويه هكذا برك. ونديرو هنايا ريتله تاع الماء. بعد ما درت كل شيء بارد في بارد راح ندير الطنجره تاعي فوق النار. هنا نحاول نخلط شويه السكر تاعي باش ما ينسقليش في قاع الطنجره. هنا بعد ما خلطت السكر تاعي مع الماء نغطي على الطنجره تاعي ونخليه حتى يبدا يغلي. نكون نقيت التفاح تاعي ونرميهولو. هنا كما راكم تشوفوا البنات التفاح تاعنا بعد ما نقيته وغسلته. هنا كما راكم تشوفوا كان في الاول عندي 800 غرام، دونك كي نحيت له القشور ونقيته ولا لي 600 غرام. كاين حبيبات اللي خليتهم هكذا، حبيبات ما قطعتهمش خليتهم حبات، وكاين اللي قسمتهم على زوج ولا درت فيهم انصاف. تما تقدروا تقسموا الحبات تاعكم تاع التفاح كما تحبوا تخليوهم حبيبات. هنايا بعد ما درت لي القدره تاعي الغليه رايحه ندير التفاح اللي كنت نقيته. هنا كما راكم تشوفوا تحبوا تخليوهم حبيبات، كما تحبوا تقطعوهم الى انصاف. بعد ما درت التفاح تاعي نحاولوا هكذا نخلطوه غير شويه برك ونخليوه. في هذه المرحله مش حنغطي على القدره تاعي. هنا بعد ما درت التفاح تاعي في الطنجره كما راكم تشوفوا هنا نخلي التفاح تاعي يغلي، غير يرفد لي الغليه، نحسب له 10 دقائق ونكمل مراحل التحضير تاعنا تاع طاجين الحلو. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما درت التفاح تاعي وخليته لمده 10 دقائق وهو يغلي هكذا، حنضيف الزبيب والمشماش. هنا كما قلت لكم ندير الزبيب تاعي والمشماش. هنا بيان سور لي فروي تاعنا ولا هاد الفواكه الجافه لازم نكونوا غسلناهم مليح باش تنحى لهم كامل هذيك الغبره. نربطهم هكذايا في السيرو تاعي ونخلي غير نشوف القدره تاعي بدات تغلي، نحسب لها ثاني 10 دقائق ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خليت المشماش تاعي والزبيب لمده 10 دقائق وهو يغلي راح نضيف العينه تاعي هكذايا. هنايا بعد ما درت العينه تاعي نحاولوا نهبطوها هكذا في السيرو تاعنا ونخليها غير تبدا تغلي لي، نحسب لها 10 دقائق طاجين الحلو تاعنا يكون واجد. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما فاتوا لي 10 دقائق ملي درت العينه تاعي. هنا باش نشوفوها اسكو طابت ولا لا راح نجبدوا وحده ونشوفوها اسكو تنفخت ولا لا. شوفوا هنا كيفاش راهي منفخه، دونك العينه تاعي ولا البرقوق راه واجد. هنايا طاجين الحلو تاعي راه واجد. واش راح ندير؟ نطفي عليه وندير له 5 مغارف تاع الماء زهر ولا نصف فنجان تاع الماء زهر. نضيف هكذايا نصف فنجان تاع الماء زهر هكذا.
هنا طاجين الحلو تاعي راه واجد. في الاخير نقدروا نضيفوا اللوز نحمصوه مليح ونديروه من الفوق، كما نقدروا نديروا اللوز يفيلي. نخليه هكذا حتى يبرد لي تماما. هنايا الطاجين الحلو لازم ما نغطيوهش، نخليوه يبرد هكذا بلا لقطه تاعو، باسكو كان نديروا له لقطه راح يقرص لنا. هذا هو طاجين الحلو تاعنا بعد ما طفينا عليه ودرنا له المزهر، خليناه حتى برد تماما. كما قلت لكم لازم نخليوه يبرد بلا لقطات تاعو. هنا كما راكم تشوفوا كنا درنا هكذا في طبسي، وزينتو تحبوا تحمروا اللوز تاعكم، تحمروه في شويه زيت وشويه زبده وديروه من الفوق، تزينوه كما حبيتو. كاين يدير جلجلان، دري جلجلان من الفوق كما حبيتو. التزيين يقعد اختياري. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعنا تاع الطاجين الحلو. المريقه جاتنا عقده وجاتنا ترونسبارونت كما راكم تشوفوا. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. اخر ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، واذا عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوناش بجام او كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.